بلدي مصر مصر مصر. تشاهدون الآن السهم مع الدكتور مظهر شاهين. أديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر. احنا رحنا حالة الحاجة منى في مدينة السلام. الحقيقة الأمر الغريب إن البيت اللي صورنا فيه ده هو بيت في داخل شارع، بس هم قاعدين في العشة دي بقى لهم فترة مأجرينها، واللي مأجرها لها شاري من واحد وواحد شاري من واحد، فالمسألة يعني داخلة في العمر قوي. الحالة حالة محتاجة إن تتنقل في شقة تانية عشان تسيب المكان ده، أو حد يوفر لها إيجار، لأن الدخل بتاعهم صعب جدا وعندها أولاد وزوجها بيشتغل بيلم أزاز بلاستيك وحاجات زي كده، فالدخل مش مكفي والبيت فاضي خالص زي ما هتشوفوا بعد شوية. الحالة ديت بعدها حالة تانية هتشوفوها برضو، هتشوفوا الحالتين ورا بعض على طول. حالة الحاج خميس ده مقيم برضو في المرج، وعنده بيت كده، هو بيت بس مش بيت، برضه محتاج مساعدة ان احنا نحاول اللي يعمل له مرتب شهري لاولاده، او سقف البيت، او يبني له بقية البيت، او يجيب له اساس سرير او طقم يقعد عليه، ولا يعمل له حمام، او يدخل له ميه او كهرباء. المسألة صعبة جدا. فانتوا هتشوفوا حالتين دلوقتي ورا بعض، هتشوفوهم ونرجع تاني بقى نكمل مع بعض بقية الفقرات ونعلق على اللي شفناه بإذن الله تعالى. شوفوا الفقرتين دول وتعالوا لي. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشهود. النهارده جايين نصور عدة مشاكل في بعض، عشوائيات ومرض وفقر وشارع مقفول وبيت محتاج إزالة وناس محتاجين مكان يقعدوا فيه. كل المشاكل دي جوه العشة اللي احنا هنصور فيها دلوقتي. تعالوا نشوف المشاكل دي. الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات، دم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. مدام منى، يعني اللي بيقولوا الجواب من عنوانه، لكن برضه اوصفي لي المأساة، ازاي جيتي هنا والحياة الصعبة اللي انت عايشة فيها ديت، وازاي بتربي ولادك في وسط الأوضة اللي ما فيهاش لا مطبخ ولا حمام ولا حتى سرير تناموا عليه. حضرتك انا كنت قاعدة في النهضة، وجاء صاحب الشقة اللي في النهضة مشاني عشان ما قدرتش ادفع الإيجار. جيت هنا صاحب الأرض قال لي هتقعدي في الأرض غفرة وعامل لك أوضة. قلت له ماشي، ما كناش بناخد منه فلوس ولا حاجة، كنا بنرشله ونوعله الزلط وكل ده. قلت خلاص على أساس الأوضة إن أنا هاخدها. جه حضرتك قال لي لا أنا ما قلتش على أوض ومالكيش أوضة. بعد ما خلص راح مقعدني في حتة كده صغيرة حضرتك، بقت تطفح فيها المجاري. الطرنشات كلها بقت تتصفى عندي عشان الأرض واطية، عشان الطرنشات إيه معمولة في الشارع حضرتك. وجاء إيه راح ممشيني من الأوضة. كان معاك ساعتها أولادك دول؟ كان معانا أولادي، ده لسه الكلام ده من قريب. جيت حضرتك قعدت في الأوضة دي، وأنا طبعا حضرتك مش هعرف أطلع، رجليا باظت من المجاري والسكر وكده زي ما أنت شايفها كده. الزوج بيشتغل فين؟ الزوج بيشتغل بيلم بلاستيك. يعني دخله قد ايه تقريبا؟ في اليوم يعني يعمل له 30 جنيه 20 جنيه بس. وأنا كنت بطلع شغل، بس رجلي لما أثرت عليا وكده الدكتور قال لي ما تحطش رجليك في مية.
منعني من الشغل شويه، قال لي لغايه ما رجلك تتحسن. وازاي مستحملين العيشه هنا من غير لا سرير ولا دولاب ولا بوتاجاز ولا حمام ولا ميه ولا مستحملين ازاي العيشه هنا؟ الحمد لله، ربنا هو اللي مصبرنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ده كله يجيب ربنا. احنا مشاهدينا الكرام اكيد لما نشوف الحلقه هيتعاطفوا معاكي، وانا متاكد ان يعني هنلاقي حلول كتيره ان شاء الله لمشكلتك. بس قولي لي طلبك ايه؟ طلبي اوضه بس تبقى بحمام بمطبخ بس، هذا اللي طلبه، ويبقى فيها ميه. حضرتك هنا مفيش ميه، بنطلع نملى ميه من الشارع، والسكن القديم كده برضه. انا مش عايز تاثري مع اولادك، استحمليهم وهم كمان يستحملوكي زي ما انا قلت لهم النهارده، وعاوزك تصبري شويه، وان شاء الله ربنا عز وجل يكرمنا كده بحد يحل مشكلتك ونلاقي حمام بمطبخ باوضتين كمان، مش اوضه واحده ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، ربنا برضه مقدم لي فيهم الخير. الحمد لله، طالعين على الازهر. الحمد لله، الحمد لله. زي ما حضراتكم شفتوا الحالة ديت النهاردة، الأوضة تقريبا يعني ما تنفعش للسكن أساسا، ما فيش لا سرير ولا فيه حمام ولا فيه مطبخ ولا فيه أدوات طبيخ ولا فيه أي حاجة خالص. وجوه الأوضة دي سكن الأطفال دول مع أبوهم وأمهم، عبد الرحمن وورد وصادق. عبد الرحمن في 5، ورد في 2، صادق في 4. في الدراسة نفسهم يبقوا حاجة لما يكبروا، يبقوا دكتور، يبقى مهندس، يبقى حاجة كويسة إن شاء الله لما يكبر. الأوضة دي كمان الغريب فيها إن هي سد شارع، اتبنت قبل ما المنطقة أساسا تتخطط، وبعدين اتخططوا فجه حظها إن هي في وش شارع. واحد باعها لواحد وواحد أجرها لناس وناس بتأجر لناس، وقاعدين في الأوضة ديت قافلين على شارع. علشان الشارع يعدي لازم الأوضة ديت تتزال، وعشان نزيل الأوضة ديت لازم نلاقي سكن للناس اللي جواها. وهي مش أوضة واحدة الحقيقة، دي أوضة وحواليها كمان أوضتين 3، وكل أوضة فيها أسرة ساكنة. خلونا في الحجرة اللي احنا فيها النهاردة ونبدأ واحدة واحدة مع بعض. الحجرة ديت فيها أسرة مكونة من زوج وزوجة و3 أولاد دول زي ما شفتوا حضراتكم، وبالتالي محتاجين حل سريع. الأولاد دول نفسهم يناموا في أوضة محترمة، يناموا على سرير، يبقى في مطبخ، يبقى في حمام، يبقى في عيشة آدمية على الأقل. ومش كتير على ربنا سبحانه وتعالى ولا كتير على حضراتكم إن انتم توفروا لنا بإذن الله شقة صغيرة يسكن فيها الأولاد دول، ومع الوقت ان شاء الله نزيل كل المساكن العشوائيه ديت ونساعد في حل العشوائيات والشوارع تعدي والناس تستفيد. شفنا الحلقه مع حضراتكم، واعتقد باذن الله ربنا يكرمنا ونلاقي حل سريع ان شاء الله تعالى. دم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين. شفنا حالة الحاجة منى مع بعض، طبعا حالة صعبة جدا. تخيل نفسك مع اولادك لا لاقي بطانيه ولا لاقي سرير ولا لاقي حمام ولا لاقي ميه نظيفه تشربها. وانا كل مره اقول ان احنا لما بنشوف بلاوي الناس فعلا بنعرف نعم ربنا علينا قد ايه. يعني لما تشوف اللي مش لاقي حمام واللي مش لاقي بطانيه واللي مش لاقي، تعرف بقى انت ربنا مديك حمام، مديك شقه نظيفه، مديك ارض، مديك يعني حاجات كتيره جدا ممكن تبقى انت غافل عنها، وهي في الحقيقه نعم تستوجب عليك انك تشكر ربنا عليها. تعالوا نشوف حالة جديدة خالص في المرج. وانا قلت قبل كده احنا رسالتنا الفقير، هدفنا هو الفقير. هو بقى في المرج، في الخصوص، في الغربية، في الدقهلية، في بني سويف، في الفيوم، دي مش مشكلتنا. ولذلك احنا لما بنلاقي فقير حالته مش سهلة ان احنا نصور معاه بنروح له مكانه. الحالة دي متكررة معانا، قبل كده صورنا مع ناس برضو عايشين في المجاري. وبفكركم بالحلقة اللي فاتت، واحد بيقول لي انا ميه الشرب مش لاقيها، انما ميه المجاري متوفره عندي. يعني مش لاقي ميه نظيفه يشربها، وميه المجاري عنده كتيره ضربه في البيت. ايه الحاله دي كده؟ احنا في طريق دلوقتي الحاله، وان شاء الله ربنا يسهل ونشوفها على خير كده ونعرضها لحضراتكم بعد شويه، وهتشوفوا بنفسكم قد ايه المأساة اللي الناس عايشه فيها معانا في المجاري وفي البيوت. هنشوف مع بعض الحاله دلوقتي. زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين. دم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما
كان الصدوق كان الأمين زي ما قلت لحضراتكم ادي المجاري قدام البيت. طبعا مجاري عن ناموس، دبان، امراض، في اطفال. رغم ان البيت ما فيهوش ميه ولا كهرباء، لكن قدام البيت المجاري زي ما انتم شايفين. والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. دم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صار. ادي سقف البيت، شوية غاب منورين حتى يدوب مضلل تحته، لكن ما يحوش مية ولا يحوش مطرة. وادي السفرة، وحوالين السفرة هتلاقوا كراسي، منها كراسي سفرة ومنها كراسي انتريه. يعني هنا هتلاقي اوضه السفرة والانتريه مع بعض، وشوية خشب هم ثروتهم، محتمل يسقفوا بيهم، محتمل يبيعوهم، محتمل يولعوا فيهم يدفوا بيهم في الشتاء. ومفيش مانع انك تلاقي مرجيحة جوه البيت علشان الولاد يتمرجحوا. وسبحان مرضي العباد، كل واحد ربنا عز وجل قسم له رزقه. وفي ناس فقراء كتير لكنهم راضيين برزقهم. ادي البنت تتمرجح وكأنها في اجمل مدينة ملاهي. على شمالك كده حمام لكن مفيش مية، وفي وشك على طول مطبخ. تعالوا نشوف المطبخ فيه ايه. بوتاجاز صغير عليه كنكة، جردل فيه شوية مية، وكوباية، ومطبقية عليها كوبايتين وسكرية، شوية شاي، وكم طبق. والنيش بقى بتاعهم فاضي عليه حلة وطبق ازاز. وادي السقف بالخشب والصاج، والحمد لله رب العالمين. وديت حجرة النوم، حصيرة على الأرض، والحاف برضو على الأرض، وهدوم الأولاد متعلقة على الحيطة. يعني مفيش لا سرير ولا في دولاب. بيت شوية جدران وسقف بالخشب، لكنه خالي من كل أساسيات المنزل زي ما حضراتكم شايفين. زي ما قلت لحضراتكم من شوية، البيت ما فيهوش لا ميه ولا كهرباء، لكنه محاط بالمجاري من كل ناحية. طبعا مأساة، بيت فيه أسرة من زوج وزوجة ومعاهم بنتين وولد، وزي ما شفتوا البيت فاضي من كل أساسيات الحياة. نتعرف على المشكلة مع صاحب المشكلة، الحاج خميس، اللي برحب بيه. حاج خميس أهلا وسهلا. قول لي البيت ده انت ساكن فيه ازاي؟ يعني انا شايف لا فيه ميه ولا فيه حاجه، فيه بس مجاري قدام البيت. انت الارض ايجار ولا تمليك، ولا البيت ده انت مأجره، ولا هو بتاعك، ولا ايه؟ لا حضرتك، هو احنا شغال الاول سباك. فحضرتك بعمل زي نظام جمعيات، يعني بحاول بقدر المستطاع ان انا اوفر جزء من مصاريف البيت ان انا ادخل بيه جمعيه، لان قعدت ايجار كتير. وطبعا حضرتك تعبت من الايجار، مش عارف امشي بيتي ولا مش عارف اسد على ده ولا على ده. فربنا كرمنا بواحد حضرتك اتوسط لنا عند ناس من بتوع الاراضي دول، ادانا 70 متر حضرتك، او تقريبا 65 متر. طبعا بعد الشارع ممكن تعمل بقى حضرتك 50 متر. انا ما تنفعش حتى شقه، انما الحمد لله راضيين بيها. دفعنا يعتبر بنسبه 10% من ثمنها. والباقي حضرتك هيمشي نظام اقساط على حوالي بتاع 6 سنين او 5 سنين. ده قسط بقى شهري ولا قسط سنوي؟ حضرتك قسط شهري. كام؟ ده قسط شهري حضرتك 800 جنيه. انت دخلك كام لما تدفع 800 جنيه بس قسط؟ امال دخلك كام انت؟ انا حضرتك ممكن يوم 40، ممكن يوم 50، ممكن يوم 60. يعني لو احنا طبعا مش كل يوم شغال،
حضرتك أصل أنا مش موظف. ممكن النهارده اطلع حضرتك اعمل 70 جنيه، ممكن بكره اعمل ب 10 جنيه، ممكن بعد ما اعملش ولا جنيه. بالاضافه طب انت هنا انت ولادك بتناموا في البيت على الارض كده زي ما انا شايف؟ اكيد طبعا حضرتك، ما ده الواقع. ده حضرتك اللي قدام، اللي انت حضرتك شايفه ده اللي بيحصل. ومفيش ميه كهرباء، انت عايش ازاي ده؟ مع يا فندم احنا حضرتك الميه بنملاها لحضرتك نظام الجردل وبنشرب منه. وطبعا دي الحاجه، لان طبعا البان اللي ورانا واللي قدامنا عشان نقدر ندفع مقدمه الارض. البان اللي ورانا انا شايف السقف ما يحوش مطره، وكان في امبارح مطره اول امبارح، فلو مطره نزلت معنى ذلك ان انتوا تحت هنا هتغرقوا. حضرتك فعلا بنغرق حضرتك، والدليل طبعا سيادتك الارض نقط الميه حضرتك عامله لا، وحضرتك كمان المطر عامل حفر في الارض. فطبعا احنا عاملين حضرتك مشمع بالنسبه للاوضه ديت، انها تحاول بقدر المستطاع تمنع حتى ولو جزء من الميه. بس انا شايفك ما شاء الله عليك، يعني انت عندك حاله من الرضا بالواقع، يعني راضي باللي ربنا قسمه لك. الحمد لله حضرتك، الحمد لله. تقول ايه لناس كتير يعني اثرياء وممكن يبقى عنده قد اللي عندك ده 20 مره واكتر من كده وما هوش راضي بحاله؟ انا اقول لحضرتك احمد ربنا. هي الدموع ديت حزن على حالك، ولا كان نفسك تعمل حاجات لاولادك، ولا كن يعني فسر لي الدموع دي عباره عن ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، برشوف الحمد لله. انا النهارده جاي اعرض صورتك عشان خاطر المشاهدين يحاولوا يساعدوك، تطلب ايه منهم؟ الله يسلم حضرتك، انا كل اللي بطلبه من ربنا وبحلم بيه من اول ما اتجوزت ان يكون عندي بيت يلمني، ما حدش يسالني ولا خبط لي على بابي يقول لي عايز ايجار. اكون ميسور حالي لما قدر المستطاع اعرف اثبت لعيالي بيتهم. عايز اللي طلع حضرتك دوت سنتين ثلاثه عايز شقه، عايز يتجوز، طبعا في مسؤوليتي. اطفال زي دول 3 4 سنين عايزين يتجوزوا. لا حدد لي المطلوب كده في نقاط، يعني انت عاوز سقف البيت ولا عاوز محاره ولا عاوز بلوك، يعني حدد لي اللي انت عاوزه في نقاط. حضرتك انا عايز يتبني بحيث ان انا بس ابقى حتى لو خرجت اطمن عليا جوه البيت. مش عايز حاجه اكتر من كده حضرتك. ده شكل بيت ما ينفعش حتى الاطفال نفسهم يخشوا، مش الصيع ولا البلطجيه ولا حضرتك. مش شكل بيت انه يستر اسره او يستر واحده ست او الاخر. احنا عرضنا المشكله، واعتقد ربنا عز وجل هيبعت لنا اولاد الحلال اللي يسقفوا لك البيت، او على الاقل يساعدوك باللي يقدروا عليه، ونامل ان المساعده تكون كفيله بحل مشكلتك ان شاء الله قريبا باذن الله. الحاج خميس انا بشكرك على اللقاء، ويعني شد حيلك وخد بالك من ولادك، واحنا معاك باذن الله لحد ما نحل المشكله ان شاء الله. ربنا يعزك يا دكتور، ربنا يعزك. عرضنا المشكله على حضراتكم، شفناها صوت وصوره، فاضل ان حضراتكم تحلوا معانا المشاكل، وانا ثقتي في الله عز وجل كبيره وفي حضراتكم ان احنا مع بعض ايد واحده هنحل كل مشاكل الفقراء في مصر ان شاء الله تعالى. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين.